بعد مسار طويل وصعيب، المنتخب المغربي وصل لنهائي كأس إفريقيا باستحقاق كامل، ما جا لا بضربة حظ ولا بمباراة واحدة مزيانة فقط، ولكن بمسار فيه استمرارية في الأداء، نضج في التعامل مع اللحظات الصعيبة، وقدرة واضحة على التأقلم مع مختلف السيناريوهات. نصف النهائي ضد نيجيريا كان واحد من أصعب الاختبارات، ماشي فقط من الناحية البدنية أو التكتيكية، ولكن بالأساس من الناحية الذهنية، لأن المباراة جرات معها تاريخ طويل من الخيبات والتوتر اللي عاشوا الجمهور المغربي سنوات طويلة في هذه البطولة. تجاوز هذه المحطة عطى للمنتخب المغربي رصيد مهم، حيث ثبت أنه قادر يربح حتى في المباريات اللي ما كتكونش سهله واللي ما كتحسمش بالاسلوب الجميل فقط، ولكن بالصبر والانضباط. واليوم المغرب داخل النهائي، ولكن هذه المره الخصم مختلف. السنغال ماشي هي نيجيريا، لا في طريقه اللعب لا في الايقاع ولا حتى في طبيعه الضغط اللي كتفرضوا على المنافس. نيجيريا كتبحث بزاف على القوه الهجوميه المباشره والاندفاع، بينما السنغال فريق كيلعب بواقعيه كبيره، بتنظيم صارم وبقدره عاليه على التحكم في المباراه بدون ما تكون محتاجه تستحوذ بشكل مبالغ فيه. ومن هنا كيبان ان السؤال الحقيقي قبل النهائي ماشي هو شكون اقوى المنتخب على الورق، ولكن فين غادي تحسم المباراه، وفين كل منتخب يقدر يفرض اسلوبه ويستغل نقاط قوته. وإلا جينا نشوفوا فين كاينه مكان من قوه المنتخب المغربي فعلا، اول حاجه كتفرض راسها هي التنظيم والانسجام الجماعي. المنتخب المغربي ما كيلعبش بافراد، حتى اذا كان عنده لاعبين كبار كينشطوا في مستويات عاليه، ولكن القوه الحقيقيه كتبان في كيفاش الفريق كامل كيتحرك وحده وحده. الخطوط ديال الفريق قريبه من بعضها، المسافات قصيره، وكل لاعب عارف الدور ديالو بالضبط سواء بالكره او بلا كره. هذا الانسجام كيبان بالخصوص في الحالات اللي المغرب ما كيكونش فيها مستحوذ، ومع ذلك يحسس الخصم بانه مراقب ومقيد وما عندوش المساحات اللي كيبغيها. حتى في الضغط المغرب ما كيضغطش بعشوائيه، كاين ضغط موجه كيبدا من المهاجم وكيجبر الخصم يمشي للمناطق اللي المغرب حاسبها مسبقا. وفي الحاله الدفاعيه الفريق ما كيرجعش للوراء مخلوع، ولكن كيرجع ببلوك منظم، كيسد العمق وكيخلي الاطراف تحت المراقبه. هذه الطريقه كتخلي الخصم يتعب ذهنيا لانه كيلعب ولكن بلا حلول واضحه. القوه الثانيه للمغرب كتكمن في واحد العنصر اللي غالبا ما كيتحسبش بالارقام، وهو التحكم في النسق. المنتخب المغربي ولا من الفرق اللي كتقرا المباراه وكتعرف امتى تسرع اللعب وامتى تبرد الايقاع. ملي كيحس الفريق ان الخصم داخل بقوه كيعرف كيفاش يقتل الريتم، يدور الكره، يربح اخطاء ويخرج الخصم من الجو ديالو. وملي كيبان ان الخصم فقد شويه من التركيز او التنظيم، المغرب كيطلع الايقاع فجاه وكيخلق الخطر. التحكم في النسق مهم بزاف ضد السنغال بالضبط، لان هذا المنتخب كيحب الايقاع العالي وكيستافد من المباريات المفتوحه اللي فيها صراع بدني وانتقالات سريعه. اي مباراه كتبطأ كتخرج السنغال شويه من راحتها وكتفرض عليها تصبر وتبني اللاعب، وهو جانب ماشي ديما قوي عندها. لذلك قدره المغرب على فرض النسق اللي باغي ماشي النسق اللي كيتفرض عليه غادي تكون عنصر حاسم في النهائي. العنصر القوي الثالث في المغرب وربما الاهم هو التوازن الدفاعي. المغرب في هذه البطوله بان كمنتخب صعيب بزاف يتفكك، حتى ملي كيطلع حكيمي او مزراوي للامام كاينه دائما تغطيه سواء من وسط الميدان او من قلب الدفاع. الخط الخلفي ما كينجرش بسهوله الثنائيات الفارغه وما كيعطيش المساحات بين المدافعين، وهادشي كيقلل بزاف من خطورات المهاجمين اللي كيعتمدوا على السرعه او العمق. هذا الاستقرار الدفاعي ماشي غير هدف بحد ذاته، ولكن هو الاساس اللي كيتبنى عليه اي ضرب هجومي. ملي الفريق كيكون واثق في الدفاع ديالو كيطلع يلعب وهو مرتاح بلا خوف من المرتدات وبلا اندفاع غير محسوب. وهنا كيبان الفرق ما بين منتخب ناضج ومنتخب مازال كيتعلم كيفاش يربح المباريات الكبيره. باختصار قوه المغرب اليوم ما كتكمنش في اسم لاعب واحد ولا في لقطه فرديه، ولكن في بنيه كامله متماسكه، في فريق عارف راسو، عارف فين كاين مكان من القوه ديالو وكيعرف يلعب على نقاط قوته بصبر وذكاء. وهذا الشيء بالضبط هو اللي غادي يكون مفتاح اي مواجهه قدام خصم بحال السنغال. بحال التفاصيل الصغيره واداره اللحظات هي اللي كتفصل ما بين التتويج وضياع فرصه اخرى. ولو وصلنا دابا وطرحنا السؤال الحقيقي قبل النهائي، فغادي يكون فين بالضبط المنتخب المغربي يقدر يخلق الفريق قدام منتخب منظم وقوي بحال السنغال؟ الجواب ماشي بسيط وما كيتختزلش في حاله واحده او في لاعب واحد، ولكن في مجموعه ديال التفاصيل الصغيره اللي الا تجمعات تقدر تميل الكفه للمغرب. اول نقطه يقدر فيها المغرب يضرب السنغال هي التحكم في وسط الميدان وفرض الايقاع. السنغال رغم القوه البدنيه والتنظيم ما كتكونش دائما مرتاحه ملي كتدخل في مباريات الايقاع ديالها بطيء ومتحكم فيه. الفريق السنغالي كيبغي يلعب على التحولات السريعه، على استرجاع الكره وضرب الخصم وهو غير منظم، ولكن ملي كيتفرض عليه يلعب مباراه طويله فيها تدوير الكره، صبر وانتظار الثغره، كيبدا يفقد شويه من الفعاليه ديالو. هنا بالضبط كيبان دور وسط الميدان المغربي اللي تبت في مباريات بحال نيجيريا والكاميرون، انه قادر يتحكم في النسق ويبرد اللاعب ملي يكون خاص يبردو، ويطلع الايقاع فجاه ملي يبان ان الخصم فقد التركيز. السيطره على وسط الميدان ما كتكونش بالاستحواذ فقط، ولكن كيفاش تمنع الخصم بفرض اسلوبه وكيفاش تخليه يلعب خارج منطقه الراحه ديالو. ثاني نقطة مهمة هي استغلال الأطراف، بالخصوص المساحات اللي كتخلقها الأظهرة السنغالية. السنغال كتدافع بتنظيم، ولكن الأظهرة ديالها كتطلع بزاف بعض الفترات، خصوصا ملي الفريق كيحس أنه مسيطر. هذا الصعود كيخلق مساحات وراهم، وإذا كان التحول المغربي سريع ومنظم يقدر يخلق خطورة كبيرة. لاعبين بحال حكيمي ومزراوي إلا كانوا منضبطين دفاعيا وكيطلعوا في التوقيت الصحيح يقدروا يصنعوا التفوق العددي في الأطراف.
سواء بالعرضيات او بالاختراق من العمق. هذه النقطه بالضبط محتاجه دقه في التوقيت ماشي اندفاع، حيث اي صعود غير محسوب يقدر يعطي فرصه للسنغال تضرب في المرتدات. النقطه الثالثه اللي تقدر المغرب تستغلها هي الصبر امام البلوك الدفاعي السنغالي وعدم التسرع. السنغال فريق ما كيطيحش بسهوله وما كيعطيش مساحات من البدايه، بزاف منتخبات كتغلط وكتدخل في اندفاع هجومي مبكر وكتخسر التوازن، ولكن المغرب في هذه النسخه بان فريق صبور، ما كيتسرعش الا ما سجلش في الشوط الاول وكيعرف ان المباراه ممكن تحسم في اخر نص ساعه وفي اي لحظه. هذا الصبر كيخلي الخصم مع الوقت يخطأ، سواء في التغطيه او في التركيز او في التدخلات الفرديه. اي خطأ صغير قدام منتخب منظم بحال المغرب يقدر يكون مكلف. رابع عنصر حاسم هو الضغط الذكي بعد فقدان الكره. السنغال كتكون خطيره بزاف ملي كتسترجع الكره وكتلقى المساحات. هنا المغرب خاصو يضغط مباشره بعد ضياع الكره، ماشي باندفاع ولكن بتنسيق جماعي باش يقطع الهجمه في البدايه ديالها. هذا الاسلوب شفناه واضح في مباراه نيجيريا وخلق بزاف ديال الارتباك للخصم، ولا تكرر نفس الشيء قدام السنغال غادي يحد بشكل كبير من اخطر اسلحته وهي التحول السريع. خامس نقطه ما كتقلش اهميه على سابقتها وهي استغلال الكرات الثابته. النهائي غالبا ما كيتحسمش بالهجمات المفتوحه فقط، الكرات الثابته كتكون سلاح مهم خصوصا قدام فريق قوي بدنيا بحال السنغال. المغرب خاصو يكون مركز دفاعيا في هذه الكرات ولكن كذلك حتى هجوميا، بحيث اي خطا في المراقبه اي سوء تمركز يقدر يعطي فرصه هدف مباراه ممكن تحسم بتفصيله صغيره وحده. التنظيم، التحرك بدون كره والتمركز داخل الصندوق غادي يكون عندهم دور كبير. وفوق هذا الشيء كامل كاين عنصر اساسي كيبقى حاضر في كل هذه النقاط. المغرب ما خاصوش يدخل النهائي بعاطفه زايده ولا بضغط كبير، ولكن بثقه هادئه، الثقه اللي جايه من مسار صعيب، من مباريات معقده، والمنتخب قادر يثبت انه قادر يصبر، يتحمل المعاناه ومن بعد يضرب في الوقت المناسب. السنغال خصم قوي ولكن ماشي مستحيل. المباراه ما غاديش تربح بالقوه فقط ولكن بقراءه اللحظات، باداره التفاصيل وبالهدوء في الاوقات اللي كيكون فيها الضغط في اقصى درجاته. باختصار المغرب يقدر يضرب السنغال اذا قدر يفرض ايقاعه، يتحكم في وسط الميدان، يستغل الاطراف بذكاء، يصبر قدام التنظيم الدفاعي ويكون منضبط في كل لحظه. النهائي ما كيحتاجش عرض العضلات، كيحتاج عقل بارد وتوازن واستغلال انصاف الفرص. واذا تحقق هذا الشيء فالمغرب عنده كل الامكانيات باش يخرج من هذه المباراه منتصر ويدير خطوه تاريخيه نحو لقب طال انتظاره. وفي هذا النهائي الصراع الذهني غادي يكون حاضر بقوه، ولكن هذه المره غتكون الادوار مقلوبه شويه، بحيث هذه المره المنتخب المغربي هو اللي خصو يفكر في الحسم المبكر وما يخليش المباراه تطول اكثر من اللازم. فبعد 120 دقيقه مرهقه ضد منتخب نيجيريا ومعها ضغط ضربات الترجيح، المجهود البدني والذهني اللي داروه اللاعبين كان كبير بزاف. واي مباراه طويله قدام خصم بحال السنغال اللي جا النهائي بمسار اقل استنزافا ممكن تقلب الميزان في اخر الدقائق. من هذا المنطلق المغرب ما عندوش مصلحه يدخل النهائي بعقليه الانتظار الطويل، بل خاصو يحاول يضرب في 90 دقيقه، يفرض الايقاع ديالو، يستغل الفترات الاولى فين التركيز ديال اللاعبين مازال عالي واللياقه مازال حاضره. تسجيل هدف مبكر ماشي غير مساله تقنيه بل مساله نفسيه وتكتيكيه في ان واحد، لانه غادي يحرر اللاعبين، ينقص الضغط وتخلي المباراه تدخل في سيناريو يخدم المنتخب المغربي اكثر من ناحيه تدبير المجهود. السنغال في المقابل مرتاحه نسبيا بدنيا وعندها القدره تلعب على النفس الطويل، تقدر تستنى الخصم ديالها يعيا ومن بعد ترفع الايقاع في الشوط الثاني. واذا خلى المغرب مباراه توصل لهذه المرحله بلا اهداف الضغط غادي يبدا يتقلب ضده، بحيث الارهاق غادي يبدا تدريجيا والتركيز ممكن يهبط، بالخصوص في وسط الميدان والاطراف اللي استهلكت بزاف المجهود في مباراه نيجيريا. هنا بالضبط كيولي عامل الوقت خطير على المغرب وماشي في صالحه، لان كل دقيقه اضافيه كتقرب المباراه من سيناريو بدني اقرب للسنغال. ذهنيا كذلك الحسم المبكر غادي يكون رساله قويه للخصم بان المغرب ما جاش غير يصبر ولكن جاي يربح. هدف الدقائق الاولى يقدر يربك التنظيم السنغالي، يفرض عليهم يطلعوا ويفتح مساحات في ظهر الدفاع، وهادشي كيسهل على المغرب يدبر المباراه بايقاع اقل مجهود وبذكاء اكثر. في هذا السيناريو المغرب يقدر يرجع يلعب بلوك متوسط، يتحكم في الريتم ويلعب باقتصاد في الطاقه بدل ما يبقى يجري ورا الكره في مباراه طويله. وبالتالي في هذا النهائي الصراع الذهني بالنسبه للمغرب هو كيفاش يوازن ما بين الهدوء وعدم التسرع وبين الجرأه في البدايات. خاص الحسم يكون مبكر ولكن بعقل، بلا اندفاع ولا اخطاء قاتله، لان الهدف ماشي غير التسجيل ولكن الدخول في سيناريو يقتل المباراه تدريجيا ويخفف العبء البدني على اللاعبين. النهائي ضد منتخب السنغال غادي يكون اختبار في اداره الطاقه بقدر ما هو اختبار في التكتيك، والمنتخب اللي غادي يربح المعركه الذهنيه من البدايه غادي يكون اقرب للتتويج. باش نختموا هذا المقطع، المنتخب المغربي وصل للنهائي لانه منتخب ناضج ما اعتمدش على الصدفه ولكن على مسار فيه استمراريه، انضباط، قدره كبيره على التاقلم مع اصعب السيناريوهات. الفوز على نيجيريا كان نقطه تحول ذهنيه قبل ما تكون تكتيكيه، لانه حرر اللاعبين من ضغط تاريخ طويل واكد ان هذا الجيل قادر يربح حتى في المباريات المعقده. لكن النهائي حاجه اخرى، والسنغال خصم مختلف، منظم، قوي بدنيا وكيعرف يلعب على النفس الطويل. هنا بالضبط كيبان ان مفاتيح الفوز بالنسبه للمغرب ما كتكمل لا في اندفاع ولا في عاطفه ولكن في الهدوء، التحكم في وسط الميدان، فرض الايقاع واستغلال الاطراف بذكاء، واهم حاجه هو الصبر. المغرب قوي في الانسجام الجماعي، بالتوازن الدفاعي وبالقدره على قراءه نسق المباراه وتغييره حسب الحاجه، ولكن خاصو في هذا النهائي يحسم المباراه في 90 دقيقه وما يخليش اللقاء يطول
الاول، لان الارهاق ديال مباراه نصف النهائي ممكن يقلب الميزان في اخر الدقائق. هدف مبكر يقدر يغير السيناريو كامل، يفرض على السنغال تخرج من منطقه الراحه ديالها ويخلي المغرب يدبر المباراه باقل مجهود وبذكاء اكبر. وفي الاخير النهائي ما غاديش يتحسم بالقوه فقط، ولكن بالتفاصيل الصغيره، توقيت الضغط، الصبر قدام البلوك الدفاعي، التركيز في الكرات الثابته، واداره اللحظات الصعيبه. واذا قدر المغرب يجمع ما بين الجرأه والهدوء في التدبير، فكل الظروف متوفره باش يخرج منتصر ويحقق اللقب اللي طال انتظاره. اعطوني اراكم بخصوص هذه المباراه، واش كتظنوا ان هذا النهائي غادي يتحسن في النسق ولا في التحولات ولا بشي لقطه فرديه من عند شي لاعب؟ خليوا لي ارائكم في التعاليق، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.